أخواتي إخواني، أخواتي إخواني، تحية ليكم، تحية ليكم جميعا. اليوم بحضوركم العظيم أكدتوا أنكم قادرين اليوم بحضوركم أكدتوا وأن الشعب التونسي مستعد دائما للنضال، مستعد دائما لمواصلة المسيرة، لأن الحكومة الائتلاف الحاكم حركة النهضة يراهنوا على أن الحركة متاعكم تضعف، وأن الحركة متاعكم تتراجع، وأنهم هم ينجموا يربحوا الوقت. ولكن بحضوركم اليوم أكدتوا وأن النضال مستمر، وأن هذا الشعب العظيم مستمر في نضاله. ولابد وأنكم تعرفوا وأنه بفضل نضالكم، بفضل عزيمتكم، وبفضلك الشباب اللي ظل مرابط هنا تحت الخيام أمام المسجد السيسي، وهذه فرصة باش نحيوه بفضل نضالكم ونضالهم وإصرارهم. اليوم احنا قاعدين نشوفوا وأن الأمور قاعدة تتحرك، وأن الأمور قاعدة تسير إلى الأمام. حركة النهضة وحركة النهضة بالخصوص اليوم قاعدين نشوفوا فيها قاعدة تتعزل حتى في علاقة بحلفائها. اليوم حركة النهضة قاعدة تحاول باش تتراجع أو تعطي الوهم أنها قاعدة تتراجع، وهذا دليل على أنه نضالكم قاعد يعطي في مفعوله. ولكن حب نقول لكم ولا في الحقيقة ما هيش قاعدة تراجع، ما زالت تتناور، ما زالت تتلعب، وما زالت ما هيش جاية للصحيح. وهذاك علاش النضال ينبغي أن يستمر، نضالكم لازم يتواصل حتى نوصلوا لتحقيق الأهداف نتاعنا. اليوم لابد وأن نكونوا ديما منتبهين، ديما نتابعوا الأوضاع ونتابعوا المناورات هذه. اش قاعدة تقول حركة النهضة؟ قاعدة تقول اللي هي قبلت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا ما واش صحيح. هي ما قبلتش المبادرة نتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، لأن مبادرة الاتحاد واضحة، ومبادرة الاتحاد الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة الحقوق الإنسان واضحة. أول بند فيها استقالة الحكومة مباشرة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. هذا أول بند، هذا أول بند فيها.
لكن هم ايش قاعدين يقولوا؟ لا ما يسالش نعملوها منطلق للحوار، وتو كي نكملوا الحوار تتحل الحكومه. شو معناها؟ معناها يحبوا يباركوا البلاد اكثر، معناها يحبوا يواصلوا في الحكم، ما زالوا شادين في الكرسي، واحنا الشيء هذايا ماناش قابلينه. وحتى المنظمات الاربعه اللي قاعدين يشرفوا على الحوار هم نفسهم البارح قالوا انه اول شرط هو حل الحكومه وتشكيل حكومه انقاذ، حكومه كفاءات وطنيه. وبطبيعه الحال فحتى بالنسبه للمجلس التاسيسي، انتم تعرفوا ان جبهه الانقاذ تطالب بحل المجلس التاسيسي، ولكن الاتحاد العام توصي الشغل المنظمات الاخرى ثلاثه ما قالوش نخلوا المجلس التاسيسي يخدم كما يحب. هما موقفهم واضح. الاتحاد قال 15 يوم، قال فتره قصيره. هما لا، حبوه يواصل يخدم باش حتى اذا كانت تعمل حكومه انقاذ وطني ينجموا يتحكموا فيها بالمجلس التاسيسي وينجموا يعزلوها بالمجلس التاسيسي، وهذا شيء ما باش